بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير والعاصفة الترابية دي عدت على خير إن شاء الله. بصوا النهاردة أنا بعمل ايه بقى؟ أنا بعمل حاجة اسمها البريوش أو الشريك، في ناس بيقولوا عليها بريوش وفي ناس بيقولوا عليها الشريك. بصوا حبايبي، أنا سبتلكوا في الصورة في الآخر المقادير وهكتبها لكم في صندوق الوصف. تمام، وهقول لكم تعملوا ايه. هو كيلو دقيق عليهم بضايه واحده، ونص كوبايه زيت، ونص كوبايه لبن، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه ميه دافيه عليها خميره، ومعلقه بيكنج باودر، وباكو فانيليا. تمام يا حبيبتي، يا حبايبي انا عملت ايه؟ بصوا، هو ممكن خيارين، انا ما عنديش مضرب كهربائي، فعملت ايه؟ الجيش قالك اتصرف. انا قمت عامله ايه؟ حطاه في قلب الخلاط، حطيت البضايه عليها الفانيليا الاول وضربتهم الاول حلو. تمام، بعد كده قمت نازله عليهم بنص كوبايه اللبن ونص كوبايه السكر. تمام، وضربتهم حلو قوي 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 قوي. وجيت بعد كده هو لما حطيتهم الدقيق ده حطيته في البوله ديت، وطبعا ايه كنت عاملاه بالمصفى، نخلاه بالمصفى. تمام، بعد كده حطيت ايه الكوبايه ديت، الكوبايه دي كان فيها نص كوبايه اللبن عليها الخميره ومعلقه سكر، وقلبتهم وسبتهم على جنب لحد ما شفت الخميره هي تمام ولا لا، وقمت حطهم على العجينه. وحطيت طبعا معلقه البيكنج باودر. تمام، وقعدت اقلب فيهم جامد، اقلب فيهم جامد لحد ما ايه العجينه كده هو دي لسه ما عجنتش. انا عجنتها تاني، قفلت وقمت عجنه تاني معاكم كمان. وعايزه اقول لكم على حاجه، نص كوبايه اللبن ديت ما كفتش ولا هي ولا نص كوبايه الميه. العجينه عندي الدقيق كان بياخد، يعني تحطي له ميه بياخد، يحطي له ميه بياخد، بس انتي اول حاجه تحطيها كمان مش نص كوبايه اللبن كلها، تحطي نص كوبايه اللبن وحطي حبه حبه. بعد ما تعملي ايه، بعد ما تحطي نص كوبايه الخميره بالميه. تمام، وتشوفي العجينه عايزه تاني ميه او لبن حط لها. تمام، انا كنت جايبه، كان عندي ربع كيلو لبن كنت جايباه لوحده للبريوش، انا عملت كده هو. تمام، حطيت الربع كيلو ونص كوبايه الميه، وحطيت نص كوبايه ميه تاني. الدقيق خد سوائل بطريقه جامده قوي 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 قوي. بصوا حبايبي، العجينه بعد ما خمرت تحفه 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 والله العظيم. تمام، ولاي استفسار انا هسيب لكم اللينك بتاع الفيس، تكلموني وتشوفوا انتوا عايزين ايه. الطبق دوت فيه نسكافيه على ميه، نسكافيه اللي هو البلاك. تمام، في ناس بتحط بضايه على نص كوبايه لبن. انا ما بحبش البيض على الحاجه من فوق كده، هو المعجنات من فوق بحس ان ريحته بتبقى ظاهره قوي. فانا عملت ايه؟ جبت باكو نسكافيه بلاك وربع كوبايه لبن او ربع كوبايه ميه، وقلبتهم كده هو جامد. والطبق التاني دوت انا حاطه معلقتين سكر. انت ممكن تحطي سمسم، ممكن تحطي، اللهم صل على النبي، ممكن تحطي حبة البركة. انا ولا كان عندي سمسم ولا عندي حبة البركة، اعمل ايه؟ حطيت رشة سكر برضو بتغير الطعم، بتخليه تحفة قوي الصراحة. وهنا هو انا جبت العجينة كلها زي ما انتوا شايفين، برمتها، عملتها رول كده هو. تمام، وقطعتها كذا واحدة كده اهو. خلي بالكوا انا مش عارفة الصورة ان هو مصغرة قوي، ان العجينة كانت ما شاء الله كبيرة على فكرة، بس هنا باينة صغيرة قوي، مش عارفة ليه الصراحة. بصوا العجينة، وقمت بعد ما قطعتها كده حطيتها فين؟ حطيتها في البولة وغطيتها تاني، وخليت الحتة ديت. بصوا
هبرمها برضو، هبرمها جامد، وهقوم برضو مقطعاها لحتت صغيره. والحتت الصغيره ديت بصوا هعملها ايه. طبعا انتوا هتقولوا لي كان في ازازه زيت، ازازه الزيت دي انا حطيت منها حبه على العجينه عشان تتبرم معايا وعشان تتفرد. بصوا يعني رشه بس كده هوت على ايدك وبرمي بيها العجينه، ما تكتريش، رشه بس مش اكتر. ماشي، بصوا برمتها كده هوت جامد، وهقطعها بقى حتت صغيره. فين يا جماعة الضغط على زر الزر. انا عايزاكم بقى تضغطوا على الزر دوت. مش عارفة الصراحة انتوا ما بتضغطوش ليه على الاشتراك. اضغطوا على الجرس. ويا ستي لو مش عايزة تشوفي بقية فيديوهاتي اضغطي بس اشتراك، انا مش عايزة اكتر من الاشتراك، اشتركي بس في القناة وخلاص. بصوا قطعتها كده اهو تاني بعد ما عملتها الرول. قولوا لي عملتوا ايه اليومين اللي فاتوا في العاصفة. العاصفة كانت جامدة قوي الصراحة، وشفت وقعت يوفط، وفي هنا هوت في اسكندرية تقريبا في سيدي بشر في بلكونة وقعت امبارح بالليل تقريبا على ما اعتقد. بس امبارح الصبح الجو كان حر جدا 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 الصراحة. اللهم اجرنا من نار جهنم. احنا دلوقتي عايشين في الدنيا، اما لما نروح بقى النار هنعمل ايه؟ ربنا يقوينا يا رب. بصوا ببرمها بقى اهو طبعا، وهعملها زي اللي هي ايه اسمها الحلزونة كده اهوت. عارفين القوقعة المدورة؟ هفضل ابرم 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 كده اهوت لحد اما تطول معايا. بصوا انتوا مش لازم بعد ما تعملوها كده اهوت تسيبوها تخمر تاني. هي انتوا في الجو دوت طبيعي على ما بتخلصي الصاج بيكون خمر معاكي تاني، فما فيش داعي ان انت تقولي لا اسيبه يخمر تاني وبعد كده ادخله الفرن. لا، انت على ما تخلصي هتلاقي الكام واحدة اللي انت عملتيهم دولت كلهم خمروا وعلوا تاني لوحدهم. فاهميني؟ فمش لازم ان انت تسيبي الصاج يخمر بقى تاني، لا مش شرط يعني. انت في الجو دوت هتلاقيه يخمر لوحده. على فكرة انا العجينة كلها عامة سبتها تخمر حوالي يمكن نص ساعة. حطيتها في الفرن وغطيتها، اما غطيتها بص اهو عملتها ايه حلزون اهو. بصوا، وهقوم جايباها كده اهوت من تحت ولزقها كويس، او ممكن تلزقيها من الجنب على فكرة كده اهوت بصبعك، تقومي ضغطة كده اهوت ضغطتين جامد هتلاقيها تلزق. بصوا خمروا ازاي. على فكرة هما ما كانوش كده خالص، هما كانوا زي اخر اتنين هنا هوت كده هوت اللي هم عملتهم اول اتنين بالنسكافيه. بصوا بقى كبروا ازاي. بصوا كبروا ازاي. انت على ما بتخلصي اصلا الحبة دولت هم بيكونوا خمروا. بصوا خمرانين وعاليين اوي هناك، اللي هناك دولت اللي في اول الصاج، علشان دولت اللي عاملاهم كلهم في الاول. جربوه صدقوني والله العظيم هيعجبكم وهتعملوه على طول لولادكم. انا والولاد عندي بيحبوه وبيعشقوه. ما كنتش عملته من زمان وقلت ايه كل ما اجي اعمله اقول ماشي حاضر ماشي حاضر هعمل لكم. بس بيجي وقت بقى خلاص انت برضو بيبقى عايزة حاجة كده معجنات في البيت، وهم برضو بيبقوا عايزين كده يفطروا بيها يتعشوا بيها بدل الشيبسيات والحاجات اللي بتتجاب ديت ملهاش لازمة الصراحة. فانتوا الاحسن تعملوا لهم حاجات كده. وبعدين هو بصوا يعني التكلفة كلها الصراحة ما كلفتني يعني الصراحة حوالي 32 جنيه او 35 جنيه. 35 جنيه الصراحة. تمام. اللي هو عشان الدقيق وجبت بيض وكان عندي الزيت وكان عندي السكر طبعا. جبت بقى بقية الحاجات التانية دي.
وزي ما قلت لكم مش عايزين تحطوا النسكافيه بلاك، ممكن تحطوا بيضايه وحبه لبن وتقلبوه، ممكن تحطوا كمان عليهم رشه فانيليا. بس انا عامه ما بحبش البيض في المعجنات من فوق كده على الوش، ما بحبوش، بحس برضو ان هو فيه ريحه زفاره مهما اكون حاطه الفانيليا، او ممكن نقطه عصير برتقال، بس برضو بحس ان هو لا فيه ريحه. فانا النسكافيه دوت عجبني الصراحه قوي، بيدي طعم وبيدي ريحه وبيدي اللون اللي انا عايزاه من فوق. وبصوا انا ده سكر، مش سمسم، عشان بصوا باين كأنه سمسم. انا بحط من فوق رشة سكر كده اهوت، بتخلي الطعم جميل برضو قوي. مع كوباية شاي سادة بقى، مع كوباية شاي بلبن، مع كوباية شاي بلبن، مع كوباية نسكافيه، اللي انت عايزاه. ممكن تفطري بيها بواحدة اتنين كده وخلاص على كده. بصوا بوريكم، بقول لكم ان ده سكر، مش بصوا السكر عامل ازاي. بصوا لما طلع النسكافيه عامله ازاي، بخلي لونه تحفة الصراحة. ده غير الطعم كمان، الطعم حاجة تانية، الطعم بيفرق والله، الطعم تحفة. هو بياخدش حاجة معاكي، هي بيضاية واحدة على الكيلو الدقيق. وانتي لو عندك لبن هتحطي نص كوباية اللبن، وبعد كده لو عايز سوائل تاني زودي مية، مش لازم تكملي لبن، زودي مية والله هيبقى حلو. بس انا من تحت اتحمر، من تحت الفرن عندي بيحمر من تحت جامد قوي. بصوا بقول لكم هش وجميل قوي الصراحة. اعملوه على ضمانتي وبألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. وزي ما قلت لكم هسيب لكم المقادير في الاخر متصوره. تمام يا حبايبي. بقول لكم بصوا انا لسه انا اهوت كنت بكمل لسه العجينه اهي. بصوا جميل قوي 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 قوي، يا ريت تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات ايه طعمه حلو ولا ايه. وهحط لكم لينك الفيسبوك، لو عوزتوا تسالوني على اي حاجه اسالوني. هنا هوت انا بعد ما حطيته في قلب العلبه ديت، غطيته بالفوطه دي وغطيته بالغطا بتاعها، تمام، عشان يطرى كده اهوت ويبقى برضو ايه ما ينشفش مني. بصوا يا حبايبي جميل قوي 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 قوي. جربوه بألف هنا وشفا. واضغطوا لي يلا على الجرس، اهم حاجه اضغطوا على الجرس وعلى الاشتراك.